احنا موجودين هنا يا جماعة على الحدود المصرية الفلسطينية. احنا عند معبر رفح. انا بس عشان اوضح للناس ده كده معبر الجزء المصري جوه خالص، جوه خالص، بتعدي جوه خالص وبتفضل ماشي جوه خالص، بيبقى من الناحية التانية الجزء الفلسطيني. الناس بس عشان نوضح للناس، الجزء المصري شغال سليم، ما فيهوش اي حاجة زي ما انت شايف كده، والناس بتخش والمعدات بتخش والمساعدات واقفة الناحية التانية اهي. دي المساعدات كلها ارتال طبعا واقفه صف 1 2 3 4 صفوف واقفين ورا بعض لحد ورا خالص. تمام. اللي اتضرب ايه بقى؟ اللي اتضرب الجزء الفلسطيني اللي ورا خالص، الجزء الفلسطيني اللي ورا خالص، عشان هم مش عايزين يبقى في عامل اعاقه، عشان ما فيش اي حاجه تعرف تمشي، التريلا ما تعرفش تخش وتوصل ايه لجوه. هنا القوات المصريه جوه، هنا عربيات فلسطينيه وقوات فلسطينيه. تمام. احنا هنا موجودين زي ما انتم شايفين على الحدود، وطبعا دي رساله تفويضيه، ومعانا معانا نخبه كبيره جدا من الفنانين والممثلين اللي موجودين، ونقيب الممثلين استاذ اشرف زكي موجود، وناس كتير جدا من الفنانين. انا مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش اي حد. استاذ اشرف اهو موجود الناحيه الثانيه، معانا اليوتيوبر مبارك، ومعانا اليوتيوبر محمد نور. اللي احنا عايزين نقوله، احنا هنا موجودين بنفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي قرار هياخده لحمايه الاراضي المصريه. فكره تهجير الفلسطينيين والقضاء على القضيه الفلسطينيه دي فكره مرفوضه تماما. نقل الفلسطينيين من غزه الى الاراضي المصريه في سيناء واقامه دوله فلسطينيه جوه الأراضي المصرية والقضاء على القضية الفلسطينية، ده سيناريو مرفوض تماما، ومش هنفرط في شبر من أرضنا. احنا هنا موجودين. احنا قلنا لكم في الفيديوهات انزلوا يوم الجمعة بعد الصلاة وعبروا عن رأيكم. احنا مش من النوع اللي بيقول انزلوا هو ما بيعملش حاجة. لا، احنا جينا على الحدود. احنا موجودين هنا. احنا ما بيننا وما بينهم خطوات. يعني انا اعبر هنا الحتة دي يبقى انا كده جوه فلسطين. تمام. ما بيننا وما بينهم خطوات، واللي هيشنع عنهم طبعا احنا صابرين. بلاش اتكلم بس في الحته دي. احنا موجودين يا جماعه على الحدود زي ما انتم شايفين. الناس كلها موجوده، قوات الامن موجوده، ممثلين موجودين، ارتال من المساعدات موجوده. احنا طبعا في انتظار زي سكرتير الامم المتحده لما جه النهارده وكان بيتكلم في الحته دي، قال لك احنا عايزين ندخل المساعدات المصريه، وشغالين على الاصلاحات اللي عملها العدو الصهيوني في الجزء الفلسطيني، اللي عمله العدو الصهيوني في الجزء الفلسطيني عشان العربيات تقدر تدخل وتقدر تمشي. يا جماعه احنا دوله كبيره، والسياسه والإرادة المصرية هي اللي هتسود. الإرادة المصرية هي اللي هتسود.